مرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في لفظة مهمة جدا جدا، وهي تعتبر المدخل الرئيسي مش للديانة المصرية القديمة لكتير جدا من الألفاظ والكلمات. بس في البداية لابد إن احنا نكون دايما فاكرين الأبجدية. مجموعة الأبجدية اللي احنا اتكلمنا عنها كتير في الحلقات الأولى نسيناها في الحلقات اللي فاتت شوية، لكن بنفكر إن احنا لازم نرجع لها، ولازم إنها تكون في البال والذاكرة، بحيث يعني لو حد لسه متابع معانا جديد يقدر يمشي كويس. قلنا إنها أربع رسومات رئيسية: سينما، منشار، نون، لام، مراه. المربع بنعمله احنا مستطيل، باء، ميم، فاء، واو، والفم وحرف التي أو حرف نص دايرة. يعني أنا بس بفكر بيها بشكل سريع. اللفظة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة ديت اللي هي لفظة العلم. العلم ده الترجمات بتاعته زي ما قال عليها شامبليون وكده، قال عليها النتر أو نثر. anyway، ايا كان. فهي العلامه ديت هي اوسع واجمل واشمل من كده. هنكتبها مع بعض ونشوفها بتقرا ايه، والحقيقه هي عامله شغل كبير جدا ومش هنقدر نخلصها في حلقه واحده. هنضطر ناخدها حلقتين او ثلاثه، لانها غصبا عننا هتاخدنا لايه معنى الثالوث، ايه معنى الثلاثه اللي كانوا بيعبدوهم. شغلانه غريبه الشكل يعني. عموما انا مش عايز اسبق الاحداث، لكن هنوه عنها الناس كانوا بيقولوا ايه فيها. انا ماليش علاقه بالديانه المصريه القديمه ان انا اشرحها، وانا مش مناط بيا دلوقتي اشرح الديانه المصريه القديمه. لكن طالما ان انا هتكلم في اللفظه ديت، يبقى من المهم قوي ان انا اقول ان هم كانوا بيقولوا ان في ثلاثه رئيسيين، كل واحد منهم في حد ذاته ثلاثه. يبقى ده ثلاثه وده ثلاثه وده ثلاثه. فلما كان يرسم العلامه دي اساسا كان دايما يعملها ثلاث علامات. يعني يرسم العلم مش علم واحد، لازم ثلاث اعلام، او يرسم العلم ويحط تحته ثلاث شروط. ده كان شكل اساسي. ومع ذلك كان يرسم تسع اعلام. تسع اعلام جنب بعض. ليه تسع اعلام؟ ان ده ثلاثة وده ثلاثة وده ثلاثة، كل واحد منهم ثلاثة. فبيبقى كل واحد مش واحد في ذاته، لا هم ثلاثة متكاملين في صورة واحد، وثلاثة متكاملين في صورة واحد، وثلاثة متكاملين في صورة. عشان كان تسوع، كان تسعة. فأما كانوا يرسموا التسوع مش بيقصد تسع آلهة تيت تيت وفلان وفلان وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، مش كده. أما نكتب العلامة ونشوفها هنفهم معنى إيه تسوع. ودي جديدة في حد ذاتها في اللاهوت المصري القديم. لكن دي الحقيقة، وده اللي احنا قدرنا نشوفه ونقراه ونوصل له. وبسرعة كده نرجع تاني مع بعض. العلامة ديت عبارة عن إيه؟ العلم اللي هو بيعملوه بالشكل ده كده، يعني أنا هعمله المرة دي في الاتجاه العربي كده يعني، بعكس الحروف او بعكس شامبليون. العلم ده هو لفظته طويله شويه. هو بيقول ايه؟ طبعا ايا كانت العلامات، اي علامه هتلاقي فيها اسم الأزير ده بشكل اساسي، وامون وفرعون وبتاع. في العلامات الرئيسيه الدينيه بالذات، علامه الدين بالذات، هتلاقي فيها الكلام ده كده. لما نيجي نشوف هتلاقي ايه بيقول ايه في العلامه ديت. دايما يكتبها ويقول لك ايه؟ مدينتين. يعني دايما يحط العلامه دي ويجي حاطط جنبها ايه؟ هتلاقيها كده حتى في خراطيش الملوك وبتاع، يحط العلامة ديت اللي هي ايه؟ مدينتين كده، اعملها كده بالشكل ده. طبعا انا خطوطي ممكن تكون مش بالجمال وبالدقة في الرسم، لكن يعمل كده مدينتين. ايه مدينتين ديت جنب العلامة ديت؟ لما نيجي نقراها هتلاقي مكتوبة هنا جاية عاملة كده مدينتين اهي. مدينتين بالنص كده. ادي حرف الميم اللي هو ده كده، وده الالف، وده الدال، وده ياء، ده نون، وده ياء تاني مدينة، ودي ت، ودي ي، ودي نون. مدينتين. وهي فعلا بتنطق مدينتين. ويحط جنبها ويكتب التسعة. هتلاقي التسعة هنا كده دي اي، اسف ديت الاي الدايرة، وديت الت نص دايرة، وديت السين الأخيرة. التسعة دي السين. اما يجي يقول لك مثلا ايه؟ اما يجي يكتب العلامة ديت ويقول لك العلامة دي بتعني الديكنات الستة والثلاثون. ايه الستة والثلاثين ديت؟ هتلاقي هنا كده العلامة ديت اي. نكتبها تاني. الديكنات الستة والثلاثون. الستة اي، سين،
ياء تاء. الستة و إي تا، والتاء لا، وديت لام، وديت مد ألف. 36 ودي نون. ال36 بالنص كده، الستة الأخيرة ديت وديت والتلاتين. ال36 ايه الديكنات ال36 ديت؟ هو بيقول ايه؟ بيقول ان ديكانة يعني نجمة، كانوا بيقصدوا كده في الترجمات، يعني ديكنات النجوم يعني. بيقول ان كان في 36 نجمة في السماء، كل واحدة منهم لها 10 ايام، وسماهم ادالهم اسماء. كل واحدة منهم لها 10 ايام، فيبقى 360 يوم في السنة، وخمس ايام نسيء يبقى 365. فلما حط الديكانات ال 36 حتى في تقسيمة السماء ونجومها وبتاع، هو جابها من اللفظة ديت وقال ال 36 نجمة، وبرضه هتلاقي ايه نجمة موجودة هنشوفها دلوقتي مع بعض. فادي معنى لما نيجي نقراها ديكانات ال 36 بيقصد بيها النجوم ديت. نرجع تاني كده لللفظة ديت. هنا كده هتلاقي برضه النجمة هيت، اللي هي دي كده كده من اللي انا بتقل عليها النجمة، على اساس دي حرف الاي، واسنان منشار نون، والاخيره خالص ديت المربع او الشكل المستطيل ده ميم. النجمه 36 نجمه يعني. من ضمن اسماء الكلمه ديت برضو استعملها في كتاب الدكتور عبد الحليم نور الدين بمعنى كلمه دندره. استعملها بمعنى كلمه دندره. يعني هنحاول نجيبها هنا كده. يعني لما جه مثلا يقول ايه احدى القرى التابعه لمدينه قنا، او يعني يعني دندره، مركز دندره، ما عادتش يعني كده. دندره. لما نيجي نكتبها هنلاقيها بالشكل ده كده. هكتبها تاني يعني مع بعض كده. من اول هنا كده دندره، مدينه او قريه او وضعها زمان كيفما كان يعني. دا ودي النون دندره، او الدندره كده يعني. دندره اللي هي تبقى الجزء اللي انا هحاول اللي هي يعني جايه بعد كلمه مدينتين على طول، او اللي انا تقلت الخط تحت منها شويه كده. دندره. مدينه دندره جايه هنا، تقدر تقول اسمها دندره يعني اسم من هنا، اسم الجزء اللي انا تقلت عليه الاخير خالص ده اسم، وبعدين دندره في الاخر. وديت اسم دندره اللي هو جايبه من شكل العالم ده، اسمه دندره. وبعدين تقدر تكمل الكتابه الثانيه حسب النص الفلسفي او حسب النص الغنائي اللي هم كانوا بيعملوه، لانها كان موضوع موال وبتاع وكلام زي كده. انا عايز اقول هنا نقطه مهمه جدا. زمان الانسان اللي كان بيتعلم القراءه والكتابه زمان كنا لازم، او يعني الجماعه القدام كانوا لازم يفهموه معنى اللفظه دي ايه. اللفظه دي كان كل رسمه منهم بتعني غنائيه معينه، وهم كانوا بيعتمدوا على كلمه الموال بشكل كبير جدا، ولها نمط الموال في الكتابات ديت. ودي مرحله هنروح لها بس بعد ما نخلص معاني الالفاظ. فكل لفظه من ديت كانت تعني شيء، بس ما كانش لما يمسك اللفظة يقعد يعمل زي ما أنا بعمل كده. إحنا دلوقتي بعد آلاف السنين وبعد ضياع اللغة ديت مضطرين إن إحنا نيجي نقول اللفظة دي كانت بتقول إيه. لكن هو خلاص اتعلمها في الكتاب، فعلا كلمة كتاب زي ما هي ماشية، اتعلمها في الكتاب بتقول إيه. فكان ساعة ما يحط اللفظة ديت ويحط جنبها مدينتين، الراجل ده فاهم ان هو رايح يتكلم على المدينة، او رايح يتكلم على المدن، او رايح يقول ان ده فرعون او ملك او حاكم المدن او مدينتين. طب لما يحطها ويحط جنبها لفظة اخرى، هو فاهم انه عايز يروح للحتة دي، بس هو مدرك ان مجمل هذه اللفظة بتقول النص الفلاني، رايحة للنص الفلاني. زي ما رسم طائر السمان مثلا وقلنا ان اسمه اسم فرعون، ممكن يحط جنبه ابو الهول وتبقى انت رايح لابو الهول. هيجي بعد كده يحط جنبه الرجلين بتاع الرجلين اللي ماشيين ديت في طائر السمان، يبقى انت فاهم ان هو مش رايح لديت، ده رايح لمعنى الرجوله والجدعنه كده. هم كانوا بالعوام بيتكلموا كده راجل ورجوله وبتاع.
فساعة ما يشوف طائر السمان انت هتشكله فين ياخده في الناحية دي. اللفظة ديت من خطيرة، لفظة العالم دي خطيرة جدا وهتاخدنا لحاجات رهيبة. حتى كلمة النوب والديب وأنوب وبتاع، ايه هو فلسفة الديب والنوب في علم الديانات المصرية، بس يعني ان شاء الله يكون مرحلة بعدين. بس في كل مرة هل هو كان بيقعد يرسم الحروف اللي انا بعملها دي؟ لا، ما كانش بيعمل كده، لان هم خلاص عارفين هي بتنطق ايه. النسر عارفين بينطق النسر ازاي، زي ما هناخده يعني هنعرفه قريب. الالفاظ اللي احنا خدناها هو عارفها هي رايحه فين، وهكذا يعني. فكل ما بتيجي اللفظه هو مدركها، بيحط وراها مخصص، اذا كان نيل او مركب ارض او زراعه او اله او حرب او ما شابه، هو انت ماشي معاه على طول وانت فاهم اللفظه دي بتنطق ايه، وعارف لما بتروح للحرب بتنطق كذا، لما بتروح للنيل بتنطق كذا، لما هو خلاص حفظ. فكل لفظه لها 7 8 10 12 معنى، ايا كان بقى عدد المعاني اللي وقتها كانوا بيديها له. ساعه ما يحط المخصص هو عارف، ساعه ما يحط المخصص هو مدرك. فدي كانت طريقه القرايه، وده اللي احنا بعدين لما نيجي نقرا 3 4 كلمات جنب بعض وراهم مخصص، هنبقى عارفين ان المخصص ده مركب مثلا، فواخدنا في اتجاه المراكب والسفر والكده، والنيل والفيضان والنيل وحط اسنان منشار يعني 3 فوق بعض يعني النيل، فهو بيكلمنا على النيل وعلى الخير وعلى الزراعه وعلى هقرا الكلمتين ال3 اللي قبل النيل في ضوءهم. بس كل مره انا مدرك ان ديت لو قرت نيل هتروح في الحته الفلانيه، ودي هتروح في الحته الفلانيه، ودي هتروح في الحته الفلانيه. وبالتالي لما اجي مثلا طائر السنونو هتلاقي في الاخر اي نون نون. ايه النيل ولا ايه الدليل؟ لا، هيبقى النيل. فيض النيل هقرا طائر السنونو بمعنى فيض النيل، وهكذا. انا كنت مضطر اقف بس في شرح المعاني ديت، لان كان في حد قال لي هو انا كل مره هاجي اقرا حاجه على الجدريات هقعد لكل كلمه اكتب ده؟ مش معقول هعمل كده طبعا. لكن الطبيعي ان انا هبقى عارف كل كلمه بعد المخصص رايحه فين اتجاه. احنا بنفككها الاول دلوقتي لان احنا لسه عامل زي اللي بيحبوا. انا شخصيا لسه بتحسس خطايا في هذه اللغه، بس مضطر افهم الاول العالم بيقول ايه، لفظه العالم بتقول ايه. يعني لما جه في لفظه العالم وكتب الستة والتلاتين، اوكي موجوده. دندرة او تانتيرس بلغه الرومان، بلغه اليونان اسف، اوكي تانتيرس موجوده. التسعة 9 آلهة موجودين، نقدر نقراها بالشكل ده كده. هيستخدمها بعد كده بكلمة أمون وفرعون وأمون فرعون أو أمون رع، مش رع طبعا، أمون فرعون. هتلاقي الكلام كله جاي متسق وماشي بشكل جيد جدا. أنا حبيت بس إن أنا أطلع العلامة ديت وأفنطها. مهم إن احنا نقول إن العلامة ديت زي ما وصفها كتاب الجرح، هنا بيقول الكلمة دي بتعني في الاستعمال العام في نصوص جميع الوهود الإله أو الله أو إله. لم يتفق علماء المصريات على الحرف الاوسط وبتاع، ما قالوش ت ولا سيب من الكلام ده. هو هنا لما حط العلامه ديت يحط جنبها نون وتاء وراء، كان دايما يعني الثلاثه اي اللي هي الفم ديت اي، وبعدين الت واللام الثلاثه كده، يعني الثلاثه دولت موجودين، وهي العلامه دي تعني ثالوث دائما وابدا. وعلشان كده هنلاقيها زي ما هو جايبها تحت هنا تعني ايه، دايما يحط الثلاثه، ودايما يحطها بلفظ الجمع اللي هو اللي هنا ده كده، وهنشوفها في جميع النصوص القادمه بمعنى كلمه الثلاثه. مدخل سريع للكلمه ديت، ولازم ناخد معاها حلقه 2 3 لانها دسمه جدا، ونشبع منها ونوفيها حقها لانها من اهم الكلمات في اللغه المصريه القديمه. شكرا لكم.